مرحبا، إن شاء الله تكونوا بألف خير. وصفتي لليوم هي قطايف بالقشطة مقلية وقطايف عصافيري بعجينة ناجحة 100% بإذن الله، وقشطة منزلية ولا أطيب من هيك وبكل خطواتها. تابعوا الفيديو الأخير ويلا نشوف الطريقة والمكونات ونبلش. أول خطوة رح نعمل القشطة. بطنجرة على النار رح أحط 3 كيلو من الحليب، ورح أترك الحليب لحتى يصير حامي. قبل ما يبلش يغلى وبس يسخن الحليب مظبوط، بنزل تقريبا تلت كاسة من الخل الأبيض، وحصرا لازم تستخدموا الخل الأبيض، وبحركن مع بعض. بتلاحظوا انه بلش يفرط الحليب مثل ما عم تشوفوا. بضلني احركن لحتى تشوفوا بلش يبين هذا اللون الأصفر المي، هيك المصل اللي بنسميه نحنا. بنصفيهم بنحطن على مصفاي وبنتركن لحتى يبردوا تماما ويصفوا من المي. هيك بعد ما صفوا من المي مليح شايفين ونشفوا بردوا، راح اضيف فوقن 3 معالق كبار من السكر البودرة، ومعلقة كبيرة من الزبدة، ونقطة كتير صغيرة من قصنص الماء زهر. وبس هيك راح اقلبن مع بعض مليح. بتقدروا كمان تعملوا على طرف حليب ونشا وتخلطون مع هاي القشطة، بس انا الصراحة بفضل هاي لانه كتير طيبة وبحبها، وهيك كأنكم عم تاكلوا شي صافي بدون نشا ولا شي. هيك بتكون جاهزة. راح افضيها بصحن وبغطيها وبتركها بالبراد لحتى تبرد. شوفوا ما احلاها. بهذا الوقت راح نحضر الخطوة الثانية وهي العجينة. راح احط كاستين من الطحين، وراح احط فوقهم نص كاسة من السميد الوسط، وراح نضيف فوقهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر تكون مليانة. راح نقلب هدول المكونات مع بعض. وهلأ راح ننزل الحليب. انا راح انزل كاستين من الحليب، واهم شي الحليب لازم يكون دافي مو حامي، اذا كان حامي ما بتنجح العجينة معكن. وكاسة من المي كمان دافية. راح نقلب كل هدول المكونات مع بعض، واذا في خلاط الكوكتيل بتحطوا كل هدول المكونات في خلاط الكوكتيل بيكون احسن بكتير. بس نخلطن بتركن 5 دقايق هيك، وبعد 5 دقايق بحط ربع معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم، وبحركن مع بعض كتير مليح. وهي العجينة هيك بتكون جاهزة. راح افضيها عجاض، وراح اتركها ترتاح بس ربع ساعة قبل ما ابلش اشكل فيها. بعد ربع ساعة حطيت مقلاية، لازم تكون مقلاية سميكة وما تكون تلزق، ونار وسط. ببلش اشكل، بحط بنزل من هذا الخليط حجم اللي انتو بتحبوه. انا هلأ رح اعمل القطايف اللي بالقشطة رح اعمل الحجم كبير، بس تنشف تعمل هيك ثقوب وتنشف العجينة من فوق، بس هيك منشيلها. شوفوا ما احلاها. هيك جاهزة. شايفين هذا الخط الابيض الداير؟ هاي بدل انه العجينة ناجحة. كمان رح نصب لقطعة تانية وافرجيكم اياها، بس تبلش تعمل هيك ثقوب وتنشف وشها مثل ما عم تشوفوا بشيلها. وهالابيض الخط الابيض قلت لكم عنه، ها بدل انه العجينة هيك ناجحة. بنحطهم دغري على صينية وبنغطيهم بقطعة قماش مشان ما ينشفوا. وهلا رح اعمل للقطايف بالقشطة القطايف العصافيري بيكون حجمهم صغير بنفس الطريقة. رح اعمل قطعة صغيرة، وبس ينشف وشن بنشيلن كمان على قطعة، بنغطيهم بقطعة قماش بصينية. ورح نكمل كل الكمية بنفس الطريقة. شوفوا ما احلاهن. هي بعد ما خلصتن هدول الكبار القطايف بالقشطة المقلية. شوفوا شو طرية، والعجينة كتير 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 بتجنن وناجحة. وهدول اللي عملتهم للقطايف العصافير صغار، شايفين شو حلوين. هلأ رح ننتقل للحشي. هلأ رح نبلش بالقطايف الكبار اللي بدي اقليهم قلي. بنحط كمية من القشطة. طبعا انتو بتقدروا تعملوا القشطة اللي انتو متعودين عليها واللي بتفضلوها واللي بتحبوها، بس انا بالنسبة لي هاي انه كتير بحبها مع القطايف. بقفلها كتير كتير مليح وبعيدها مرة ومرتين لحتى اضمن انه وقت القلي ما تفتح، وهيك بيكون شكلها شايفين. رح اعمل كمان وحدة تانية وافرجيكم اياها. بنحط كمية، وبتقدروا كمان تحشوا بالجوز، بس انا اليوم حبيت اعمل بس بالقشطة. وما منوصل للاطراف القشطة، ومنسكرها كتير كتير مليح. ومثل ما قلت لكم بنعيد مرة تانية. وراح اكملن بهي الطريقة.
وراح اعمل كم وحدة صغيرة للعصافيري لافرجيكم كمان طريقة التشكيل تبع العصافيري. منسكرة بس نص تسكيرة من تحت هيك، بس هيك. وهلأ بنحشي القشطة، بس هيك. شوفوا ما احلاها، بتكون جاهزة. او فيكن قبل ما تسكروها بتحطوا القشطة بهاي الطريقة قد ما بدكن، بعدين بتسكروها مثل ما عم تشوفوا. راح اكمل كل الكمية اللي القشطة لحتى تخلص وبرجع لكم. وهيك بعد ما خلصتن شايفين هدول هن القطايف اللي بدي اقليهم، وهدول العصافيري. وزاد معي عجين، بتقدروا الصغار تحشون نيوتيلا والكبار تحشون جاز. هلأ رح انتقل لمرحلة القلي. بزيت حامي ونار وسط رح ابلش انزل القطايف، وقبل ما انزلهم كمان برجع بضغط هيك عليهم وبحطن، بخليهم لحتى ياخدوا لون ذهبي، وبضلني اقلبهم كل شوي لحتى يصير لونهم ذهبي. بس صار لونهم ذهبي بنشيلهم دغري من المقلاي وبنحطهم بقلب القطر. القطر لازم يكون بارد وسميك وتقيل يعني. انا عملته قبل بوقت مشان ما اطول عليكم. حطيت 3 كاسات سكر مع 1.5 كاسة مي على النار، على نار قوية وبدون تحريك. بس بلش يغلى وطيت النار وحطيت معلقة صغيرة عصير الليمون وتركتهم يغلوا تقريبا 10 دقايق. بس بردوا حطيتهم بالبراد وتركتهم بالبراد لحتى استخدمهم. غطيت القطايف بالقطر، بخليهم شوي بعدين بشيلهم وبحطهم بالصحن. وحطيت الباقيات من القطايف وعم بقليهم. شوفوا ما احلى لونهم. كمان هدول بس اشيلهم من الزيت دغري بتحطوهم بقلب القطر. وبس هيك، هدول القطايف العصافيري وهي المقلية جاهزات. خطوة اختيارية، اذا بتحبوا انا حبيت هيك ارش عليها رشة خفيفة من الفستق الحلبي، بتقدروا تستغنوا عن هاي الخطوة. والقطايف العصافيري كمان حطيت لهم فستق حلبي. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. هاي القطايف العصافيري بتحطوا عليها قطر، لا بتحطوا قطر لا هيك بتغطسوه بالقطر وبتكون جاهزة للأكل. وهي القطايف بالقشطة، شوفوا ما أحلاها لونها، والقشطة معه ما بقدر أقولكن قديش القشطة طيبة. جربوها وإن شاء الله أكيد رح تعجبكن ورح تنجح معكن حتى لو من أول مرة. بتمنى من كل قلبي الفيديو يكون عجبكن والوصفة عجبتكن. بتمنى تدعموني وتشتركوا بالقناة. بشوفكم فيديو جديد. باي باي.